الشاب محمد من حمص صدر حكم بالإعدام بحقه في العراق لسبب أنه حاطط على موبايله صورة الرئيس أحمد الشرع، رئيس سوريا الشرعي ورئيس سوريا الفعلي والحقيقي حاليا. كشاب سوري وضع صورة رئيسه على موبايله، فالحكم عليه بالإعدام لمجرد أنه هو سوري، لمجرد أنه بلده تحررت، لمجرد أنه هو صار يفتخر وله سند وله ظهر. مشكورة وزارة الخارجية والسيد وزير الخارجية بتوجيهاته لمتابعة قضية الشاب محمد. رسائلنا إلى الجميع، أهله لمحمد وعشيرته وأهالي حمص عم يضجوا بغضب شديد تجاه ابنهم محمد وباتجاه أخوهم وباتجاه أخونا، ونحن بدورنا وأنا بدوري أيضا بأكد على أنه وبحمل مسؤولية سلامة محمد تجاه هذا التصرف الشنيع والحكم الشنيع عليه بسبب أنه وجد على موبايله صورة سيد الرئيس أحمد الشرع. سيد الرئيس أحمد الشرع هو رئيس سوريا الفعلي والشرعي أمام العالم كله وأمام العلن. هاي ليست جريمة إذا وضع صورة رئيسه في المنطقة. بإمكانك تطرح له ترحيل، بإمكانك تفرض عليه عقوبات أنه ما عاد يدخل، بإمكانك تعمل فيه اللي بدك إياه، وليس أنك تفقده حياته أو يفقد حياته لمجرد أنه هو بلده تحررت وصار عنده ظهر. ميليشيا قسد الإرهابية بتقتل شاب وإصابة أخوه أيضا لمجرد أنه دوبل دورية تابعة لميليشيا قسد. نحن عم نعيش تفاصيل كثير مؤلمة وسيئة، وسبقها امرأة مريضة بالسرطان تم اعتقالها على حاجز لميليشيا قسد فقط لأنه صورة السيد الرئيس أحمد الشرع على موبايلها. الشعب السوري عم يدفع ثمن الشخصيات أو المكونات اللي إلها توجهات ضد الشعب السوري وضد تحررات الشعب السوري وضد الحرية اللي نالها الشعب السوري. هذا الشيء مرفوض، وهذا الشيء لا يمكن أنه ينقبل. لهيك منحمل مسؤولية سلامة الشاب محمد اللي من حمص اللي حكم بالإعدام نتيجة وضعه لصورة السيد الرئيس أحمد الشرع. ومنعيد ومنأكد على أنه ميليشيا قسد الإرهابية هي ميليشيا ما زالت تستبيح الدماء في الجزيرة السورية، في ريف دير الزور وفي الحسكة وفي الرقة. هذه الاستباحة ما زالت مستمرة، والانتهاكات بحق الشعب السوري وبحق نسائه وبحق أطفاله وبحق أهله وبحق شيابه باستهتار، هذا أمر مرفوض. وهي الميليشيات صار لازم تعرف وتوعى أنه سوريا أصبحت محررة بشكل فعلي وحقيقي، وهذا الشعب في منطقة الجزيرة وراءه وخلفه وناس ودولة وحكومة وشعب لا يمكن أنه يتخلى عنه.